طبعا خلي اضحككم، فت يوم بدنا نشتغل اني وابو يوهانس بمطعمنا القديم. طبعا كان المحل مليان ومفول، وبس اني وياه كنا بدنا نشتغل. فالناس كانت مفوله اللي قدام. ففي واحد اصلع، طبعا مع احترامي لكل الصلعين، طبعا اكيد هسه الصلعه صايره موديل. قال فقال ابو يوهانس بسرعه عباله يعني دا يطلب لفات وهاي اكل يعني. فقال لي هذا الاصلع شو طالب؟ قلت له واحد باروكه وبوستيجه. رحموا. طبعا لاحظت شغله، يعني المرأة خطية طبعا. من يصير عمرها 35 الكل يحكي عليها وعيب وعيب. والرجال مع احترامي له طبعا مو كل الرياجين يوصل 60 65 يقعد يصبغ لي اسود مزرق وشوارب. وشواربه اسود مزرق يسويهم سيد كامل. زين هاي ما حد ما يحكي عليه، لو بس المرأة يحجون عليها والرجال لا، ويقعد يعشق له بنت ال20. انت تضحك عليك عمي، تريد فلوسك يعني حتباوع على شعرك الاسود المزرق؟ افتهم شويه، فكر. بس هي معادله، انت عجوز وهي شابه. تاخذ شبابها وهي تاخذ فلوسك، حلال عليها. طبعا حبيت اقول على اللي دا يصير بالسوشيال ميديا للناس اللي بسرعه البرق يصير عنده فولو كوما. هذا عنده 7 ملايين وهاي عندها 7 ملايين، وهاي تنزل فيديو يصير كوما لايكات. طبعا اللي يطلع بسرعه ينزل بسرعه. وهيدي الشغلات اللي جولات وما جولات، هذا يصعد يلا تعالوا تحديات، اني طلعت جوله ادعموني. هيدي كلها انت تصعد اليوم باشر تنزل غيرك. هيدي كلها اكبر من عندكم، هم اللي دا يدعموكم، هم دا ينزلوكم ودا يصعدوكم. دا تحصل هالفلوس، دا تخسر اصدقائك، دا تصير حروب مع بعض. وبعدين طب نزلت وبعدين يجي غيرك، وهكذا. انتم مثل الشطرنج، هي كلها قمار وكلها. ترى هذا اللي دا يعرض لكم، اللي دا يعرضوا لكم، ترى دا يعرضوا لي لإلي، لكن اني ما اقبل. اني مرة ارجل من عندكم. يعني اني لو اريد احصل فلوس احصل فلوس طبعا، بس باحترام وكرامة طبعا تحية كبيرة للسيد محمد عقار. طبعا اني يعجبني العب عليهم واضحك عليهم. يقول روحها شبابية. يعني أنا ما أعرف اللي عمره 52 يعني خلاص انتهت، ولا عمره يقولون بالدول العربية 35 المرة انتهت. عمي هنا الألمانية لل80 تسوق بايسكل وتروح ديسكو. انتوا وين دمرتوها للمرة؟ ايش دعوة؟ ايش دعوة؟ وين هالعقلية؟ راح اطب لكم من الشاشة اني وخشمي. صباح الخير، خل اعدل الكفشه. خل احكي لكم نكته. فت يوم فت واحد طلق مرته، بعد شهر مات ابوها، ورثت حوالي 100 مليون دولار. خابرها ايش قالها؟ قالها سعاد اني حامل رجعيني. راح اموت. صباح الخير، خل اعدل الكفشه. خل احكي لكم نكته. فت يوم فت واحد طلق مرته، بعد شهر مات ابوها، ورثت حوالي 100 مليون دولار. خابرها ايش قالها؟ قالها سعاد اني حامل رجعيني. راح اموت. طبعا صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونون تمام. طبعا مرات كثير يتجاوزون علي من التعليقات السخيفة اللي ما لها طعمة، وبعدين تريدون ما أرد. يعني مرات لازم نرد شوية. اللي تقول لا احنا تغيرت صورتنا عليش، واللي تقول احنا بعد ما نتابع، واحنا يعني شنو يعني؟ تريدون يدوسون علينا ونسكت؟ مو اذا سكتنا يعني معناها ترى احنا نخاف. اني بس حبيت اقول اللي دا يتعلقون بكلهم بشغلات بصور وهمية، اللي بيكم رجال يجي قدامي قول وفعل، بس ما اعتقد انتو فعل، بس لألأة حكي مثل ما يقولون اللبنانية. تحية كبيرة للبنان. مساء الخير عليكم. طبعا اليوم أنا معزومة بديزلدورف من عالم كلش يعني شخصية كبيرة، عازميني على شوفوا الأكل،
شوفوا الترتيب. طبعا اني كلش خجلانه لانه هالعالم الكم الهائل اللي تحبني. طبعا اني شنو قصر، شوف قصر يعني قصر، يعني هيدي العالم اللي دا تقدرني هنا. هاي الحديقه كلها حديقه اسماك. طبعا راح اكل اكل مو طبيعي، يعني شوفوا الاكل، يعني الصدق الدولمه العراقيه المضبوطه اللي اكل من النفس. طبعا تحيه كبيره لهم واتشكرهم وجزيل الشكر لانه احلى شخصيه واحلى عالم هم. طبعا لاحظت شغله، يعني المراه خطيه. طبعا من يصير عمرها 35 الكل يحكي عليها وعيب، والرجال مع احترامي له طبعا مو كل الرياجين يوصل 60 65 يقعد يصبغ لي اسود مزرق وشوارب وشواربه اسود مزرق يسويهم سيد كامل. زين هاي ما حد ما يحكي عليه لو بس المرأة يحجون عليها والرجال لا، ويقعد يعشق له بنت ال20. تضحك عليك عمي، تريد فلوسك يعني حتباوع على شعرك الاسود المزرق؟ افتهم شويه، فكر. بس هي معادله، انت عجوز. طبعا صباح الخير عليكم. حبيت اوجه رساله لهذول اللي يبيعون شرفيات براسنا. طبعا بعتذر من عندكم من هذا الكلام، بس يعني انه انتم اول ماكو وحده وواحد تاريخهم كله الله اعلم وسخ مثلهم، مع احترامي لكم جايين ينتقدوني ويعلموني الاحترام. يعني اني يومي يوهانس، اسمي علم بدوزلدورف، اسمي علم، كيفي اني عارفه نفسي. واللي ما عاجبه هاي الحيطان، واكو من الحيطان قزاز، يعني ضربوا راسكم حتى ينفشق ويطلع دم ونخلص منكم. جاي انتو تعلموني؟ يعني ترى لا تخافون من الانسان الصريح واللي يطلع. روحوا حاسبوا هذول المحتويات الهابطة اللي عم تنزل، اللي عم تأيدوهم واللي عم تدعموهم. ترى اني ماني منتظرة مثلكم، يعني اني واللي ما يريد يتابعني يسوي لي بلوك ويخلص. ترى لا منتظرة اكسبلوركم ولا لايكاتكم. ترى اني ماني شحاتة، اني مو سيد كبس وشير، اني مو من هذول الاشياء، ما اشحت هاي الشغلات. وحتى لو اني حبيبتي اعيش من محلي من شغلي، وحتى لو اخسر محلي، اني انسانه عندي كرامتي. وقلت لكم كل ما اكون الواحد ثقيل طبعا اكيد اني احب الفلوس، لكن راح تجيني الفلوس باحترام، الي هيبتي اني. ثانيا لما تحجون على الفيديوهات هاي اكو قسم من الاغاني، نفسهم هذول اللي انتم تحشون علي، نفسهم هذول المغنيين دا تروحون تحضرون حفلاتهم، دا تدفعون فلوس تكتات وتتمرقصون وتلبسون وتكشخون، تسوون عليكم كلاوات، تبيعون شرفيات براسي على التيك توك. مو انتم اللي تحضروهم؟ مو تحضرون كل المغنيين اللي عم يغنون هسه ما شاء الله على هالاغاني؟ مجرد ترند سويناه. يعني تراني ماني خايفه من عندكم، اني بس حبيت شويه امسح بيكم القاع. فهي لا ترى باللبس ولا بالصلاة، هي بهذا القلب. هذا القلب إذا كان نجس ووسخ فأنتوا إلى جهنم وبئس المصير. وشكرا. اليوم دا أكل كنافة سلطان أربيل من يم أبو يوسف. من يم أبو يوسف. على عنادكم. اني اموت على الكباب. اشغل اغنيتي ان شاء الله اسوي تيك توك. اني اموت على الكباب. تعالوا شوف مين زين. تعالوا شوف مين زين. مساء الخير. اليوم فخامتي جايه على رويال سويت حلويات بفوبرتال برلينة شتراسه. ايش قد شتراسه؟ 127. 127 راح اكتب لكم اياه. هنا يبيع كله كيكات، طبعا اكيد على شهر رمضان. الحلويات هنا بالفستق، كل الانواع، بالغازو، العوامات اللي داطلي احنا بالعراقي، هنا بالفستق، وهنا هاي هنا البزورات الكرزات مثل بالعراقي نقول عليها. طبعا اخذت من عنده للمحل. وسيد ابو نبيل قول لنا كلمه حلوه. طبعا ابو نبيل هو اللي حضر لنا الحلويات.
قول كلمة. المحل محلكم، وميت اهلا وسهلا، ورمضان مبارك علينا وعليك وعلى جميع امه محمد، اللهم امين. فخامتي موجودة هنا. اليوم أني بحلويات الملكي بفوبرتال، بدي أشتري حلويات لإلي للمحل. طبعا هو أرقى نوعية، فحبيت أجيبها للمحل وهم على مود رمضان. أحبكم هواية. تفرجوا على الحلويات، تفرجوا. هاي دا يسوي لي إياهم.